وبما ان احنا بنتكلم على الزمالك خليني اقول وبث لجمهور الزمالك 3 اخبار ربما تكون اخبار سعيده استمرارا لحاله السعاده والنشوه اللي بيعيشها جمهور الزمالك بعد تحقيقه اللقب الدوري. نمره 1 من مصادرنا الموثوق فيها لما سالناهم على ازمه فك القيد، ازمه ايقاف القيد وحلها بفك القيد، فكانت الاجابه كالتالي. الاجابه كانت انه اعتبروا حل الموضوع باذن الله وبعون الله مساله وقت. تاني لما سالنا مصادرنا الموثوق منها والموثوق فيها، يا جماعه جمهور الزمالك شاغل باله بالرخصه الافريقيه والمشاركه في دوري ابطال افريقيا وان الزمالك ما كسبش الجائزه بتاعت بطل الكونفدراليه، طب ايه القصه؟ ايه الحكايه؟ اتقال لنا بالحرف اعتبروا باذن الله بكرم الله الموضوع محلول، والزمالك خلال الفتره القادمه سيفك ايقاف القيد. الخبر الثاني، مهاجم مصر الاول على مدار السنين الماضيه، المهاجم الافضل على مستوى الساحه الكرويه المصريه على مدار السنين الماضيه، وهو مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي السابق. مصطفى محمد قريب جدا 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 من العوده لارتداء القميص الابيض مهاجما اساسيا لنادي الزمالك بدءا من الموسم المقبل. امبارح كان في جلسه مع احد رجال الاعمال الزملكاويه اللي تكفل او عايز يتكفل بهذا الملف بعد التشاور والتباحث مع مسؤولي الزمالك سواء كابتن حسين لبيب او جون ادوارد عشان مصطفى محمد يرتدي قميص الزمالك الموسم المقبل. بس هنا في تفصيله مهمه قوي، اللي كان بيحصل قبل كده واللي كان واحد من اهم اسباب عدم تتويج الزمالك بالبطولات ان اداره الكره كانت على المشاع مستباحه سكاترد كده، كل واحد بيعمل حاجه ولاعيبه بتتقاضى فلوس من بره ولاعيبه من جوه ولاعيبه بتاخد ولاعيبه بتاخدش. ده جون ادوارد نهاه، وده واحد من اهم اسباب نجاح جون ادوارد. عشان كده المره دي اي حاجه هتتعمل واي محب وعاشق للزمالك عايز يدعم عايز يجيب سواء مصطفى محمد او غيره، ده كله هيبقى تحت الامبريلا تحت اطار اداري اللي بيترأسه وبيديره جون ادوارد. وبالتالي مصطفى محمد لو هيكون موجود السنه اللي جايه، لانه وجوده في الزمالك السنه الجايه مربوط بنقطه مهمه جدا، انه ما يجيلوش عرض اوروبي، يعني لو ما يجيلوش عرض اوروبي فموجود في الزمالك. فده اللي تم الاتفاق عليه بالامس في جلسه عقدت بالامس. نمره 1 ان اي عاشق اي محب هيتبرع، ده كله اللي هيتصرف فيه واللي هيديره هو جون ادوارد، مش اي حد هيتعامل مع اللعيبه كده من بره. نمره 2 انه مصطفى محمد موجود في الزمالك شريطه عدم وصول عرض اوروبي يليق بمصطفى، ومصطفى يكون راغب فيه الالتحاق بيه عشان يكمل مسيرته في اوروبا. الحاجه الثالثه قبل ما نطلع لفاصل ونستقبل واحد من اهم ابطال حكايه الزمالك في الموسم الحالي وتحديدا بالامس ومحمد عواد، اولى صفقات الزمالك بعد فك ايقاف القيد هو احمد عبد القادر لاعب الاهلي السابق. تم الاتفاق معه على كافه الرتوش التفاصيل، يتبقى بعض يعني شبه التفاصيل ليتم الاعلان رسميا عن كون احمد عبد القادر هو اولى صفقات الزمالك الصيفيه. معانا التفاصيل الماديه ولكن مش دلوقتي اعلانها، هيبقى اعلانها لما يتم او لما نبقى قريبين جدا من الاعلان الرسمي او يتم الاعلان رسميا من قبل النادي. ولكن اقول لحضراتكم انه يعني احمد عبد القادر خلاص على بعد امتار بسيطه جدا 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 من التواجد داخل قلعه نادي الزمالك، قلعه 100 عقبه. ومعانا دلوقتي عريس البطوله، واحد من اكثر الشخصيات المحببه الى قلبي، واحد من الشخصيات الجميله المحترمه من المديرين الفنيين الكبار جدا، الكابتن معتمد جمال. يا كابتن معتمد مساء الورد والف مليون تريليون مبروك. حبيبي يا هيما، ربنا يخليك ليا يا اخويا وحبيبي، الله يكرمك. كابتن معتمد الف مليون مبروك، انت تستحق كل حب واحترام وتقدير ليك في قلوب وعقول الزملكاويه، وكل الزملكاويه اللي انا قابلتهم كلمتهم عرفوا ان انت هتكون موجود معانا النهارده على التليفون، بيبلغوك تحياتهم وحبهم وتقديرهم وبيقولوا لك يا يمين شمال معتمد يا جمال انت على راسنا. ابو خليل ده كلام والله انا بشكرك، كلام كبير جدا والله، يعني انا ما بستحقهوش، ربنا يخليك.
بشكر كل الزملكاويه واللي مش زملكاويه والله، اي حد كان مصدق ان احنا نقدر نعمل حاجه انا بشكره، واللي ما كانش مصدق واللي كان مستغرب واللي كان في ناس كانت تقول نادي الزمالك مش هينافس على حاجه السنه دي. انا بقول لهم لا، انتوا كنتوا غلطانين. نادي الزمالك طول عمره هيبقى موجود وطول عمره بينافس وطول عمره لما تخش اي بطوله بيبقى بيلعب على البطوله. فانا بحمد ربنا الحمد لله، كرم من عند ربنا ان احنا ننهي السنه بدوري عام. بطوله صعبه جدا، يعني من اصعب البطولات اللي دخلت النادي. وان كان انا كنت زعلان جدا على بطوله الكونفدراليه، بتمنى ان هي تبقى موجوده معانا السنه دي او تبقى زملكاويه، لكن ربنا ما اردش. يعني عملنا يعني زي ما حضرتك قلت في الانترو، كل الناس اشتغلت، كل الناس ادت اكثر من دورها كمان، اذا كان الجهاز الفني او الجهاز الاداري او الجهاز الطبي. جون انا بشكره من خلالك، تعب معانا جدا وحافظ على الفرقه ولم الفرقه وكان في ظهرنا. فانا بشكر جون جدا على الدعم اللي كان دايما واقف معانا فيه. فالحمد لله كان اقل حاجه نقدر نقدمها لجمهورنا الزمالك، اللي انا من خلالك بقول لهم انتوا لو مش موجودين ما كناش وصلنا اللي احنا وصلنا له. وان شاء الله بطوله غاليه وبطوله مهمه جدا بالنسبه لنا نبني عليها في الفتره اللي جايه. كابتن معتمد، اصعب لحظه عدت عليك؟ في ضربات الجزاء، مش ماتش الدوري، ضربات الجزاء اتحاد العاصمه. الموضوع كان صعب جدا، كان صعب جدا بالنسبه لي. الجمهور ده كله يروح زعلان، واكثر حاجه حزنتني اللي احنا ما خدناش البطوله، دي كانت اصعب لحظه بالنسبه لي. امبارح في تغطيتنا والمقابله بتاعتك معانا كابتن معتمد، البيت وزوجة حضرتك قالت ان انت تقريبا ما كنتش بتنام. لو عايز تقول لحد الدوري في 100 عقبه، عايز تقول الجمله دي لمين؟ يعني اول حاجه اقولها لجمهورنا الزمالك، طمنوا، عندكم فريق ان شاء الله ينافس على البطولات مع شويه دعم ان شاء الله سنين كتير قدام. بقول لعيلتي واصحابي واخواتي تعبتوا معايا، والمجهود بتاعكم الحمد لله اثر ان احنا نجيب الدوري نرجعه نادي الزمالك. وان شاء الله هنحاول اي حد هيكون موجود في نادي الزمالك هيحارب ويقاتل على انه يسعد جماهير الزمالك الدوري يقدر ان شاء الله. محمد صبري عايز تقول له ايه؟ صبري انا بهديله البطوله دي اقل حاجه اقدمها لك يا صبري. لو كنت موجود معايا النهارده هتبقى اسعد انسان في العالم، وزي ما انت كنت جنبي على طول. انا حاسس ان انت فرحان ومبسوط، وبهديلك البطوله يا صبري. ربنا يرحمك وتبقى يعني كل حاسس ان انا حاسس، واكيد انت حاسس وفرحان في مكان احسن من المكان اللي احنا موجودين فيه. هم ولاده امبارح اللي كانوا موجودين بيقودوا ثالثه يمين يا كابتن معتمد. ولاده الولاد والبنات دينا ورولا كانوا موجودين، وربنا يخليهم ويبارك فيهم ويحافظ عليهم ويبقوا احسن الناس ان شاء الله. امنياتك ايه الفتره اللي جايه مع نادي الزمالك يا كابتن معتمد؟ يعني اتمنى الاستقرار لنادي الزمالك، واتمنى ان الزمالك يفضل في مكان، هي دي مكانه نادي الزمالك الطبيعيه قريب. والله العظيم نادي الزمالك ده حاجه كبيره جدا، واذا كنا احنا موجودين او مش موجودين نادي الزمالك طول عمره هيفضل كبير، وطول عمره هيفضل كبير بجمهوره وبلاعيبته. كل الناس او اي حد بينتمي لنادي الزمالك ده، تيشيرت نادي الزمالك ده يساعد اي حد على النجاح. فبتمنى نادي الزمالك مزيد من الاستقرار ومزيد من البطولات، لان نادي الزمالك يستاهل اكثر من كده بكثير. وجود بيتزيرا عوض جمهور الزمالك عن رحيل زيزو؟ مش عايز اخش في النواحي دي يا ابو خليل. والله انا بقول لبيتزيرا انت لعيب كبير وعندك امكانيات كبيره، ومن انجح الصفقات اللي جم جابها هو وشيكو وعدي وادم، كل اللعيبه المختلفه حتى الدعامات اللي هي من نوادي مصريه. انا اعتقد ان نادي الزمالك يعني قدم يعني او جلب لعيبه غير محترف او من الدوري المصري من على اعلى مستوى. عبد الله السعيد بالنسبه لكابتن معتمد جمال دوره كان عامل ازاي؟ مهم جدا. عبد الله السعيد عشره عمر، يعني عبد الله السعيد انا بشتغل معاه من
2004 او 2003 لعبنا كاس عالم 2005. فعبد الله يعتبر مش عايز يعني اكبره يعني، لكن عبد الله من احسن لعيبه في الدوري المصري. اخيرا يا كابتن معتمد، جمهور الزمالك كله عايز معتمد جمال مديرا فنيا لنادي الزمالك الموسم المقبل. هل تم الاتفاق مع اداره الكره جون ادوارد كابتن حسين لبيب على استمرار كابتن معتمد جمال باذن الله؟ لا هو لسه ما فيش حاجه خالص والله. وخليل لكن انا طبعا عمري ما اتاخر على الزمالك، ده شرف ليا من غير اي شروط من غير اي حاجه. نادي الزمالك ده اي حد يتمنى يبقى موجود في نادي الزمالك، لكن لسه ما حصلش. يا كابتن معتمد، انت واحد من اكثر الشخصيات الكرويه احتراما، انت شخصيه محترمه جميله نبيله، مدرب كبير، مدير فني محترم، معجون بالزمالك، بتلعب بقلب وروح ابن الزمالك قبل ما تكون مدير فني. كل جمهور الزمالك بيحبك وبيحترمك ومقدر جدا 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 مجهودك واللي انت عملته السنه دي. فالف مليون مبروك يا كابتن معتمد. انا خليك، الله يبارك فيك يا خليل، كتر الف خيرك، كتر الف خيرك. شكرا جدا. شكرا جزيلا للكابتن معتمد جمال، بطل من ابطال حكايه الزمالك التي تكاد تكون مستحيله، بطل من ابطال حكايه الزمالك الاعجازيه اللي حصلت السنه دي.